الممثل الكوميدي سامح حسين، والممثلة الكوميدية ميس حمدان. وللمرة الأولى بيطل على مسرح ذا كوميدي بالسهرة النهائية أحد ألمع نجوم الكوميديا والشانسونية بلبنان، ميشيل أبو سليمان. ضيوفنا الأربعة بيطلوا تباعاً مع الفاينالست الأربعة. برحب الليلة ترحيب حار بأعضاء لجنة التحكيم اللي أعطوا البرنامج قيمة مضافة واحتضنوا كل المشتركين بمحبة. رحبوا معي ترحيب كتير كبير بالنجمة اللبنانية العربية سيرين عبد النور، بالممثل المصري القدير صانع النجوم وصاحب القلب الكبير حسن حسني، نجم الكوميديا المصرية الممثل الجماهيري محمد هنيدي. وقبل انطلاق منافسات البرايم النهائي مع الكوميديين الشباب منشوف هالريبورتاج عن ضيوفنا الأربعة. النهاية السعيدة قربت. الحياة المشتركة بين الكوميديين الشباب وتحضيرات البرايم النهائي صارت على الآخر. الكل بحالة استنفار، وبالرغم من الجو الضاغط وصل أول الزائرين ميشيل أبو سليمان. بستك أنا دائما عيدها مرة ثانية. هو جميل قوي يعني، فريندلي كده وبيحسسك ان هو صاحبك من اول لحظه، هو زي العسل. ميشيل أبو سليمان من أهم ممثلي مسرح الشانسونية بلبنان، وشارك بأعمال تلفزيونية وسينمائية وقدم أكثر من برنامج على الشاشة الصغيرة بالإضافة لبرامج إذاعية. والله انا حبيت في استاذ ميشيل ان هو دمه خفيف جدا وبيهزر معانا وبيقعد كده ينكت يقول نكت حلوه ويهزر. ميشيل بحكم خبرته وتجربته بيقدر كثير المواهب الكوميدية وبيعرف صعوبة العمل. يعني نحن بنعرف من شغلنا بالمسرح بده يتجرب مع العالم سكتش عادة، هن عم بيطلعوا مرة وحدة وتشز كتر خيرهم يعني. وبدأوا الشباب يخبروه عن مشاهدهم ليقرر ميشيل بأي مشهد بده يكون. كل واحد فينا كان بيقول له على المشهد بتاعه، وكان بيقول له على شويه نكت زياده يحطها في المشهد، واستفدنا منه بصراحه يعني. ما في شك فيكم انت ومحمد علي يعني عم تعملوا اشياء حلوه. البرايم الاخير حابين هيك يكون ختامه مسك ويكون ميشيل ابو سليمان عم يشارك معه. ايه عجبوني الشباب، حبيتهم، في مطرح ارتحت له انا رح كون مع حدا منهم يعني. والليلة ميشيل مش لوحده، ثلاثة من أهم ممثلي الكوميديا بمصر والعالم العربي، هالة فاخر، سامح حسين، وميس حمدان، وصلوا للمرة الثانية للمشاركة بسكتشات المتأهلين الأربعة. احنا كنا متعودين دايما في الحلقات ان يبقى معانا ضيف، فنقعد احنا نتخانق عليه اصلا يعني، بس المرة دي في مفاجأة حلوة قوي ان معانا 4 ضيوف. بعد ما اختار كل ضيف المشهد يلي بده يشارك فيه، بدأت التمارين المكثفة مع المشتركين قبل ساعة الاستحقاق. معقولة استاذه ميرفت امين بنفسها. لما قعدت مع استاذه هاله قعدنا نتكلم في حاجات بعيده عن الشغل خالص. انا بحبها يا امي بالظبط، والله انا بحبها جدا. وان شاء الله عايزين 3 ساعات او 10 9 من اللجنه، فيا ريت تسيب حالك معايا. ايوه والله انا اسف اللي معرفك الجهلك، انا اسف والله انا اسف. انا اشتغلت مع استاذ سامح في السكتش بتاع فرحات المتفجرات، والحمد لله كان السكتش اللي خلاني تاني ارجع اقف على رجلي يعني. وحياه حوايش بتبقى نطشط نطشط. الارتجال هو ملعب ميشيل ابو سليمان، فهيدا الشيء كمان رح يساعدنا نحن. كل شيء بهاليوم كان مختلف، كل مشترك كان عم بيتدرب مع الفنانين الضيوف يلي عم بيشاركوا معه بالمشهد. أنا مأكد 100% إنه ستريس رح يختفي لأنه في ضيوف بعقده. بعد هالتدريبات المكثفة والمشتركة بين الكوميديين الشباب وضيوفنا، دقت ساعة الحقيقة. الليلة كل مشترك رح يقدم آخر سكتشين حتى يثبت للجنة التحكيم إنه هو اللي بيستحق الفوز بلقب نجم الكوميديا.